اطلاله شقه رهيبه، تصميم رائع، وواجهه على جهتين، واجهه اماميه وهم ما راح اقول واجهه خلفيه لان هذيك هم واجهه اماميه، يعني مستحيل تلقى شقه بواجهتين وباطلاله طرابزونيه رائعه. متابعينا الكرام ابقوا ويانا وخلينا نشوف كل التفاصيل. حياكم الله. حياكم الله متابعينا الكرام واهلا وسهلا بكم. هو هذا مدخل الشقه مثل ما جاي نشوف، ومثل ما عرفنا انه بالبدايه دخلنا فراح تكون شقه دوبلكس عباره عن بيت طابقين. متابعينا الكرام اول شيء نروح له وهو الاطلاله، لان هي اصلا الشقه بفلوسها باطلالتها، بفلوسها بالموقع مالتها، وايضا التشطيبات تجي بالدرجه الثانيه والديكورات والمساحه. متابعينا الكرام مثل ما جاي نشوف هذه هي اطلاله الشقه، راح اقرب لكم انا نفس ما انت تشوف بالضبط. هذه هي اطلاله الشقه، انت تقعد هنا تستمتع بهذه الاطلاله الرهيبه اللي موجوده، اطلاله الجبال، اطلاله البحيره، اطلاله الترمال، يعني انت تستمتع بكل الاطلالات. متابعينا الكرام طبعا هاي اطلالتك راح تكون من بالكون المطبخ، هذا هو بالكون المطبخ، وايضا عندك ديكورات موجوده بالاعلى بكل التفاصيل الجميله. طبعا المطبخ والصالون واحد مفتوح على الثاني، فانت راح تستمتع بهذه الاطلالات من المطبخ وايضا من الصالون، يعني حتى من الصالون تقدر تستمتع بهذه الاطلاله اللي موجوده هنا، وتشوف الاطلاله الرهيبه اللي موجوده. هذه هي اطلالتك، هذا من الصالون جاي تشوفه. نشوف متابعينا الكرام اطلاله رهيبه ورائعه وجميله جدا. طبعا عندنا هنا جنب المطبخ هذه غرفه يسموها غرفه غسل الملابس، مثل ما جاي نلاحظ غرفه غسل الملابس اللي موجوده، وعندنا هنا بصف غرفه غسل الملابس الدرج. يعني انا بفكر، يعني عندي فكره كتفكير، تقدر تفتح غرفه غسل الملابس على الدرج، وممكن تسويها غرفه مثلا اي شيء، مثلا تستخدمها للخزن، تستخدمها شيء. طبعا عندنا هنا ايضا متابعينا الكرام الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي يعني بشيء جديد اصلا غير مطروق نهائيا بالشقق اللي صورتها سابقا. اكيد عندك السيفون هنا، وعندك هنا المغسله، بس راح تقولوا شنو الجديد؟ اقول لكم شنو الجديد. باعوا انت اول ما تفتح هذا عندك الحمام الرئيسي، الحمام اللي تسبح به. زين احنا ليش عندنا هذا الحمام اللي نسبح به وعندنا هذا الحائط الصغير؟ اذا لازم اكو شيء وراه، اكيد اكو شيء وراه. الشيء اللي وراه هو عباره عن حمام مياه كبريتيه، تجيك مياه الينابيع تجيك للبيت، يعني هنا تجي مياه الينابيع وتوصل لك للبيت، فما يحتاج بعد تروح لا ترمال لا اي شيء نهائيا، ما يحتاج تروح لاي مكان نهائيا. نطلع من الحمام متابعينا الكرام ونجي الى اول غرفه اللي موجوده عندنا بهذه الشقه. طبعا مساحتها جيده جدا، وهي غرفه الابوين خلينا نقولها او الاهل، مثل ما جاي نلاحظ. طبعا هذه غرفه ايضا تكون باطلاله جانبيه، هنا راح يكون عندنا بارك او مو بارك، خلينا نقول حديقه، يعني حديقه تكون، فما راح يغلق اي شيء. وايضا عندنا هنا شو يسمونه البالكون موجود هنا. تعالوا متابعينا الكرام بعد ما شفنا الطابق الجوا، خلينا نصعد للطابق الفوق ونشوف كل تفاصيله. احنا هسه حاليا متجهين الى الطابق العلوي، راح نشوف شنو موجود عندنا بالطابق العلوي. مثل ما تشوفون الدرج لا صعب يأذي الرجلين، ولا يعني خلينا نقول مرتفع عالي. طبعا متابعينا الكرام احنا وصلنا للطابق العلوي. احلى شيء بالطابق العلوي هو التراس مالته، هذا هو التراس متابعينا الكرام، تراس رهيب. باعوا يشوفون، شوفوا الاطلاله، شوفوا الاطلالات الرهيبه، شوف استمتع هنا، تقعد تستمتع. هذه طبعا انا قربت لكم اياها حتى تشوفون نفس ما انت تشوف بالحقيقه، يعني تشوفون متابعين الكرام هذه الاطلالات كلها تستمتع بها في هذا السطح. وطبعا على فكره تقدر تغلف هذا السطح شلون. هسه عندنا هذا بصفه طبعا مسوينه غرفه، لكن انت ما تريد تسوي غرفه، تريد تغلفها جام، ينفتح الجام ويغلق الجام، وتستمتع بالاطلاله سواء بالصيف او بالشتاء، يعني داخليه الجام راح يصير شتوي صيفي. جاي نلاحظ. طبعا عندنا ايضا هنا التراس الثاني، وهذا ايضا تقدر تسويه غرفه. جاي شوف متابعين
ايضا تقدر تسوي غرفه. هذا مثل ما قلت لكم هذا ما راح يغلق، هذا اصلا راح يكون حديقه، راح يكون بارك خاص بالمساحات الخضراء، فما راح يغلق. يعني انت تاخذ اطلاله من الجانبين. متابعينا الكرام، طبعا التفاصيل والسعر كلها راح تنذكر في نهايه الفيديو. اتمنى انه الشقق نالت اعجابكم، وانا عرضت اكثر من شقه وعرضت اكثر من عرض في هذه البنايه، فاي شخص حاب يتواصل ويانا اكيد يقدر يتواصل، وراح ناخذه الى هذه الشقق وان شاء الله تكون من نصيبه. الى اللقاء.